في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من توقيف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار الغير مشروع بالمخدرات. العملية تم تنفيذها إثر معلومات مؤكدة متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحلاف، مفادها وجود شبكة تقوم بنقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات. استغلالا للمعلومة تم وضع مخطط عمل محكم وتكثيف السدود وتدعيمها بالثنائيات السينوتقنية واستغلال مختلف الوسائل التكنولوجيا، حيث تم حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مقدرة ب7 كيلوغرام وتوقيف امرأة. كما تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في العملية، وبعد تفتيش منزله تم حجز كمية هائلة من المفرقعات بمختلف أنواعها مقدرة ب25 ألف وحدة وكمية من الأقراص المهلوسة. كما تم حجز سيارتين تستعملان في عملية نقل الممنوعات وكذا هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادرهيو.